اسمح لي أتكلم معاك النهاردة عن مجموعة قصصية للكاتب والشاعر السوري محمد نزير الحمصي، وهي بعنوان حكايات الذئب الحكيم لوبو. المجموعة دي عبارة عن 17 قصة. عدد صفحات الكتاب 112 صفحة. ال 17 حكاية اللي هيهمنا جدا من ال 17 دول هي حكاية آه الجحش والسرحانة. أيوة، كتاب اسمه كده. إيه بقى الحكاية؟ بيقول إن في جحش سقيم وقف عند لوبو الذئب الحكيم، وإنه هو عايز يتكلم معاه. المهم إن الذئاب يعني شافت إنه جحش صغير فسمحت له إنه يخش، بس هو كان لجوج وبيتكلم كتير، والحكيم قاعد مستمع ليه وما اتضايقش. والحمار انبسط او الجحش انبسط قوي، فرفع يعني راسه ودعا للحكيم. بيقول ايه بقى؟ دعا بيقول: يا واسع العطاء لا تذق هذا الحكيم مكروها ولا بلاء. لكن الذئب السرحانة يعني بتسرح بحريتها، وهي يعني متمردة. طردت هذا الجحش وزعقت له، وطبعا قالت له: انت بتدعي عليه بالموت. طبعا الجحش ما فهمش، فوقف كده مش عارف دي هي زعلانه ليه. فالحكيم بيقول للذئبه بقى اللي هي سرحانه، قال لها: خدي بالك ده احمق، وبعدين هو مش هيفهم. فهي راحت فهمت الجحش، قالت له: ايها الاحمق، ان كل مخلوق يخلق لابد ان يرى مكروها طالما بقى حي يرزق. طول ما حي يرزق هيشوف مكروه. الحكايه دي عايزه تقول ايه؟ الحكايه دي عايزه تقول ان كل واحد فينا داخله ذئب وحمار لا يتعلم. والحكمه انك مش انت لماذا دخلت حرب او انك انت عايز تنتصر، لا، انت لازم تفهم اصلا انت دخلت الحرب ليه. البصيره لا تولد مع الانسان بل تنضج بالتجربه، وكلما تعثر وتعلم أن يقوم نجح. مجموعة قصصية جميلة جدا، حبيت ألفت نظرك ليها، وأنا الحقيقة أعجبت بها جدا. تحياتي، بشكرك جدا أنك استمعت إلي، وكل عام وحضرتك بخير.